السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل صينية دجاج بالزبدة والخضار. هنجيب فرخة كاملة ونغسلها بالدقيق وننقعها في مية وخل، وهنجيب 5 معالق زبدة سايحة ومعاهم 5 معالق زيت، وعليهم رشة بابريكا وتوم بودر وتوم مهروس وملح، وهنقطع عليهم عود روزماري وكرفس وعصير ليمون. هنقلبهم مع بعض كويس، ونجيب صينية وندهنها بالزيت كويس من كل الجوانب، وبعد كده هنحط عليها الخضار اللي هو عبارة عن 4 حبات بطاطس مقطعة وجزرتين وفلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر، ونحط عليهم نص التتبيلة اللي عملناها ونقلب كويس جدا علشان كله يختلط ببعضه. ونحط عليهم بعد كده بصلة متقطعة، ويسعدني ويشرفني من أي بلد تتابعوني. هنجيب بعد كده الفرخة المغسولة، وعندنا نص التتبيلة اللي باقي من تتبيل الخضار، هنتبل بيه الفرخة من فوق وتحت ومن جوه، وهنتبلها بين الجلد واللحم. وبعد ما نتبلها كويس هنحطها في التلاجة 3 ساعات. بعد ما نتبلها ونحطها في التلاجة 3 ساعات، هنجيب الصينية اللي فيها الخضار ونحط معاهم عليها الفرخة على الوش، وعصرنا على الفرخة من بره ليمون علشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة. بعد كده هنضيف نص كوباية مية ونحطها مع الخضار وندخلهم الفرن من ساعة لساعة وربع، ونتابع السوا. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وشوفوا الفرخة مستوية ازاي، وجربوها هتعجبكم بالهنا. باي باي.